اوه الشامي لجنة حكم. انا مش ضد انه الشامي يكون لجنة حكم، بالعكس مو من افضل الناس اللي تكون لجنة حكم. 3 اسباب. اول شيء لجنة الحكم مبدئيا مع الاحترام للجميع ما ينفعش تتشكل من مطربين، لازم تكون شاعر، ملحن، موزع، منتج، هدول هم اللي لازم يكون لجنة الحكم. طبعا كان هذا موجود في استوديو الفن، فطلع منه وائل كفوري، ناصي حلاني، مجد الرومي، عين الشريف، اسماء لا يمكن تتخيلها لسه في البرامج هاي، برامج تجارية، فيعني بيكون يعني عشان المشاهدات لازم، فافضل واحد يجيب مشاهدات هو الشامي، فاختيار موفق جدا. هذا واحد. اثنين، يعني نانسي عجرم في يوم قاعدة تتحكم على محمد عساف بيعرف يغني ولا لا. محمد عساف افضل صوت عربي طلع في البرامج كلها، يعني انه هم محمد عساف وملحم زين بتطلع من البرامج يعني. مع حبيبتنا احترام، كل احترام للفنان نانسي عجرم يعني، بس انه قليله يعني نانسي عجرم يعني تحكي لمحمد عساف انه انت بزبط تغني او لا يعني، عرفت كيف؟ فوين المشكلة إذا الشامي حكم يعني؟ ثالث شيء، الولد ناجح. عادة البرامج هاي ما استمرش منها ناس كتير، فالشامي أحسن واحد يعلم الأطفال هدول أو اللي بيكونوا ذا فويس كيدز كيف يجيبوا فيوز وكيف يضلوا وكيف يطلعوا ترند. ما أعتقدش إنه لو إجا موسيقار كبير حيعرف يعلمهم زي ما الشامي حيعلمهم، فالشامي أفضل يعني. دبليو شامي حبيبها شامي. ياسر، شو عم تعمل هون؟ نحن هون ذا فويس كيدز. مين هذا؟ مين هاي؟ شكلك ملخبط. لا لا والله هي لخبطة عظيمة يعني، أنا سعيد إني لخبطت.